السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم تصليح الساعات. النهاردة هعمل فيديو يعني ما أظنش هيزيد عن 3-4 دقايق، على أساس إن إحنا عايزين نعرف أنا إمتى الساعة بتاعتي تحتاج سيرفيس، وإمتى أعرف إن الساعة ديت لو أنا بشتريها مستخدمة إن الساعة ديت محتاجة سيرفيس. عشان كده أعمل حساب أنا هصرف عليها لما هشتريها مستعملة، هصرف عليها في السيرفيس، لأن السيرفيس لما بيتعمل كويس قوي بيبقى بيكلف كتير برضه. تعالوا معايا نشوف إزاي ده. أهلا بيكم. طبعا في الساعات اللي انتوا شايفينها ديت زي مثلا الرولكس اللي انتوا شايفينها ديت، الساعات السويسري ديت القديمة حتى اللي انت شايفها ديت، كل الساعات ديت، الساعات البوكيت الكبيرة بتاعت زمان، يعني من الساعات الكويسة جدا اهي اللي احنا شايفينها دلوقتي. ويست كلوكس ديت اهي انتوا شايفينها، ويست كلوكس اللي انتوا شايفينها ديت طبعا دي امريكاني او كندي. طيب عايزين نعرف احنا ازاي نعرف ان الساعة دي محتاجة يعني خدمة او محتاجة سيرفيس ولا لا. نبص على طول كده يا جماعة، هنيجي مثلا ناخد اهو هيكل الساعة اللي احنا بنشوفه دايما اللي انتوا شايفينه ده، ابتدي املاها. انا هملاها هوريها لكم بقى الهيكل ونوريها الساعة نفسها اهو. هبتدي املاها وبصوا بعمل ايه. ادي لفة، ادي اتنين، ادي تلاتة اشتغلت. يبقى زي ما انتوا شايفين من بعد لفتين بالظبط اشتغلت الساعة، اذا ديت مش محتاجة سيرفيس. طيب ناخد واحدة تانية كده نشوفها، دي شغالة اهي. ساعة تانية زي ما انتوا شايفين هنقول اهو، ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. طبعا زي ما انتوا شايفين أنا هزيتها، ومع ذلك بس تحتاج دي طبعا ساعة هتحتاج سيرفيس لازم، لا جدال. طيب شوف الساعة الرولكس ديت، شوفها مع بعض كده. شوف هنبتدي نعيد أول نفكها من هنا وكده، نبتدي نملاها. اول ماليه على طول، اول ما لفتها راحت زي ما انت شايف شغال، اول ما لفتها شغال. طبعا دي مش محتاجه سيرفيس، لان برضو السيرفيس ممكن يتعمل كل 20 سنه، وكل يتعمل كل، انا شفت ساعات من 20 سنه ما اتعملش وممتازه شغاله كويس جدا، وساعات تانية 2 سنه وبعد 2 بتحتاج سيرفيس. طيب تعال نشوف الساعه دي كده اهو. بصوا معايا اهو، نبتدي ايه. الساعه دي بوكيت جميله، نبتدي نشوف هنا بقى. شوف اول حركه زي ما شفت، اول حركه ابتدت ايه تشتغل. شايف خلاص مجرد ان انا بعمل بلفها كده خلاص اشتغل. اذا دي مش محتاجة سيرفيس خالص. ساعة تانية اهو، شوفها من ورا كده اهو. شوف على طول هنلاقي الايه، هنبتدي نملاها. دي ساعة بوكيت برضو اهي، هنبتدي نملاها. شوف من اول مالية بقى على طول اشتغلت على طول من تاني مالية. اذا الساعات دي مش محتاجة سيرفيس خالص. يعني ليه؟ لان طبعا هنا لما انت هتسألوني طب ليه طبعا هنا اول ما انت بتملى الساعة زي ما انت شايف، تملاها، بتبتدي الطاقة تتخزن في الزنبرك اللي هنا، ترمبة الزنبلك اللي هنا، وتبتدي تدي التروس. عشان التوصيلة دي توصل بسرعة لازم يكون التروس دي سريعة ومتلينة وسريعة جدا. فعلى طول أول ما تبتدي تملى دي خلاص بقت تشتغل. دي طبعا محتاجة سيرفيس، في حاجة موقفة اهو، في حاجة تشتغل اهو بس بتبقى موقفة، عايزة حاجة تزقها. فطبعا التروس مش شغالة، محتاجة صيانة. يبقى دي حاجة يا جماعة، حاجة مهمة جدا. ودي الساعة الويست كلوكس اللي قلنا عليها، جميلة جدا، قديمة خالص، من يعني يبقى لها في حدود 80-90 سنة. هنشوف على عقرب الثواني، نبتدي نملى اهو نشوف. 4، 5، 6 اشتغلت. طبعا مع السن ومع الوقت الكبير اللي هي يعني خدمت فيه وخدمت لصاحبها، يعني فيعتبر كويس جدا انها بتملى دوت. لكن طبعا ممكن نعملها صيانة تبقى احسن من كده كتير. دي يا جماعة ملاحظة مهمة جدا حبيت اقول لكم عليها فعلا، يعني لان ديت
تعتبر مهمة جدا يعني لأي واحد بيحب الساعات، أو حابب يشتري ساعة جديدة، أو حابب يشوف ساعة مستخدمة بالذات. يعني حتى لما تشتري ساعة جديدة بص عليها، املاها وشوفها، شوفها هتتحرك ازاي، هتلاقي أقرب الثواني تتحرك بسرعة جدا إذا ديت مش محتاجة صيانة وإنها فعلا جديدة. أو ساعة مستخدمة وتيجي تملاها تملى من 7 8 مرات، تبقى طبعا تاخد وقت كتير، إذا دي محتاجة صيانة. لأن التروس محتاجة تنقل الحركة وتنقل الطاقة، بتاخد وقت عشان تروح عقبال ما تخلي البالانس يشتغل من بدايته، اللي هو ترومبة زنبلك في التروس فالشاكوش فالبالانس، بياخد وقت. فدايما تعرف ان هي فعلا في حاجة قافلة، في زيت موجود متجمد على التروس، فايه محتاجة صيانة. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو دوت، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم، وتحياتي لكم، وربنا يكرمكم إن شاء الله. وما تنسوش يا جماعة تدعموا القناة بكل الطرق على قد ما تقدروا، يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نشوفكم في فيديوهات جاية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.